سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، من إذاعتكم الثقافية، ودائما مع البرامج الهامة والخاصة بالآداب والفنون. نحن اليوم من عاصمة الهضاب العليا، سطيف العالي كما يقال، سطيف سيدي الخير، سطيف القموحة الذهبية والشعير، في هذا الملتقى الرابع للرواية العربية، ورابع الملتقيات موسوم بعنوان الرواية المغربية من التأصيل إلى التجريب. فاصل موسيقي وسنعود مجددا لمواصلة هذا الحوار الشيق مع بكرش محمد وضيوفه بالإذاعة الثقافية. نستهل هذه الضيافة وفي هذا العدد الخاص مجموعة من الكتاب والأقلام الذهبية المغاربية، منهم الأستاذ على يميني أبو شعيب الصاوري، والأستاذ عبد الغاني بارا، والأستاذ المحترم جدا والوسيم الحلو الرائع عبد اللطيف محفوظ، واليمين بنتومي. أهلا وسهلا بكم على أمواج الإذاعة الثقافية. نبدأ الآن من الأستاذ بوشعيب الصاوري. أهلا وسهلا بك في الجزائر أستاذي. أهلا مرحبا. نعم، نحن اليوم نحتفل باليوم الأخير الذي توج في النهاية بتكريم الأستاذ الروائي الكبير شغموم الميلودي. هذا القلم الرائع والرائد في العالم العربي خاصة. إذن بحكم أنكم أحد الشباب ودكاترة من تلاميذ هؤلاء العمداء، حبذا لو نتطرق إلى جانب مهم، وهو جانب تكريم الاعتراف بهذه الأقلام الرائدة والتي لعبت دورا هاما في هذه المستويات، والتي ستتمرد هي الأخرى كما قال هو في آخر كلمته، لتأتي بما جد ويضاف حسب ما هو موجود من معطيات. نعم، أقدر كثيرا ثقافة الاعتراف، خصوصا لدى عندما تكون هذه العملية في حياة الكتاب، عندما يكون الكتاب أحياء. نعم. وهو اعتزاز بهم وشهادة في حقهم واهتمام وهم على قيد الحياة. جميل. نعم. حبذا لو نتكلم عن تجربة هذا الشخص الذي كرم اليوم، هذا الشخص الرائد، هذا الشخص العلامة. نعم، بالنسبة للميلودي شغموم هو علامة بارزة من علامات الرواية المغربية، ويدرج ضمن خانة التجريب. نعم. خانة التجريب، وقد بدأ هذه العملية منذ نصه الإبداعي الأول، منذ نصه الضلع والجزيرة. جميل. وتقوم تجربة الميلودي شغموم على المزاوجة بين تأصيل للرواية المغربية وعلى محاورة الأشكال السردية التراثية. جميل. فهو يحاور هذه الأشكال السردية التراثية ليس لكي يعيد إحياءها، وإنما ليبني نصا روائيا حداثيا جديدا. وأهم خاصية تميز الميلودي شغموم هو أنه يزاوج بين الكتابة والتفكير في الكتابة والتفكير عبر الكتابة. جميل. لأنه يكتب الرواية وينظر بين الفينة والأخرى، يخرج عن صمته النقدي ويصدر بيانا أو شهادة تبين مدى التحول الذي طبع تجربته، خصوصا عندما يصدر نصا جديدا. بالإضافة إلى ذلك هو أن نصوص الميلودي شغموم، بالإضافة إلى ذلك الطابع الشغمومي الذي يميزها، هناك ميزة تميزها، وهي أن هذه النصوص لا تشبه بعضها البعض. جميل. لأن في كل مرة يأتي بالجديد، فالنص اللاحق يختلف عن النص السابق، إنه يؤسس للرواية الشغمومية
لبنة لبنة. والرواية عنده بناء غير مكتمل، هو دائما يحاول أن يجدد هذه الرواية. شكرا أستاذي الناقد بوشعيب الصاوري. أصدقائي، نلتقي في العدد الثاني مع الأستاذ عبد اللطيف محفوظ. نترككم في حفظ الله وأمانه.